السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات، ويا رب تكون أمسية خير وأمسية هادية في البيوت كلها. النهاردة هنتكلم عن ظاهرة قد تبدو بسيطة جدا وفي ناس ممكن ما تقفش عندها أصلا، ولكن بالنسبة لنا كمشيرين علاقات زوجية وكل الناس اللي عاملين في مجال العلاقات حتى الأسرية بتعتبر مؤشر خطر. مؤشر خطر لأنها بتقول إن الاتنين اللي بيتكلموا دول في حاجة مش واصلة. لما اتنين يقولوا لك احنا ما بنعرفش نتكلم مع بعض، مش معناها ما بعرفش انطق الكلام، ما بنعرفش نتواصل، ما نقدرش نقول اكتر من جملتين، في التالتة بيكون حد فينا راح من التاني. وللأسف كتير قوي بنكتشف ان احنا ما بنعرفش نتكلم مع اقرب الناس لينا. اوقات كتير بسمعها من بنات على ابهاتهم اللي المفروض انه يكون سوبرمان بتاعها، المفروض يكون اول بوي فريند في حياتها، فاول حبيب، اول حد قريب، اول راجل يخطف كده قلبها خطف، هو ده الاب. اوقات كتير قوي اسمع الكلمه دي من ابن على امه، ست الحبايب اللي يعني بعد ما بنكبر بنعرف قيمتهم حقيقي. احيانا اسمعه بين ازواج وزوجات المفروض ان اللي جمع بينهم حب كبير وعلاقه طويله وزيجه استمرت يمكن لعشرات السنين، ولكن في الاول وفي الاخر اول ما تلاقي حد انت مش عارف تتكلم معاه، يبقى الحلقه دي معموله علشانك. الحلقه دي النهارده مش عشان بس اللي متجوزين ومش عارفين يتكلموا مع بعض، عشان اللي متجوزين ومش عارفين يتكلموا مع بعض، واللي مش عارفه تتكلم مع اولادها، واللي مش عارف يتكلم مع بناته، واللي مش عارف يتكلم مع اخواته بنات او رجاله، واللي مش عارفه تتكلم مع زمايلها في الشغل، واللي مش عارفه تتكلم مع صاحباتها، واولادنا اللي داخلين سنه دراسيه جديده واوقات ما بيعرفوش يتكلموا مع زمايلهم. الكام نقطه اللي هنقولهم النهارده انا تقريبا نقيت 8 نقط. مش مطلوب منك انك تعمل الثمانيه، في واحدة او اتنين من الثمان نقط دول كفيلين انهم يغيروا جودة حياتك وجودة تواصلك مع الاخرين بنسبة 180 درجة تقريبا. وبالتالي وهنا والنهاردة هنقف نقول كم نقطة اعتقد واتمنى من الله انهم يكونوا مفيدين لكم. وتاني، محدش يبص على الحلقة دي على انها يا كله يا مفيش، يا ابيض يا اسود، لا، كل مهاراتنا الحياتية ما فيهاش يا ابيض يا اسود. 1/10 كويس مش وحش، 2/10 لطيف، 3 5 7 يعني قد ما ربنا يقدرنا ادينا بنحاول. عشان نعمل ايه؟ عشان نبقى اكثر تواصلا مع اللي حوالينا، وبالذات الدرجة الاولى اللي احنا في العادي بنتك عليهم قوي وبنطنشهم قوي وبنفرمهم قوي وبناخد حقوقهم في الكلام، فينتهي الموضوع بيهم مش عارفين يتكلموا معانا، واحنا بنشتكي في الاخر مش عارفين نتكلم مع بعض. نخش في الجد. اول حاجة، بلاش تعمل حاجة وانت بتتكلم مع حد. موضوع المالتي تاسكينج ده مش ناجح مع كل الناس. في ناس بتعرف تمالتي تاسك، ان انا اعمل حاجة ويبقى ودني معاك وابقى مركزة في الكلام. قلة قليلة من البشر اللي ربنا خالقهم بفطرة سوية بيعرفوا يعملوا السيناريو ده. انا بعرف اعمله، بس انعكاسه على اللي قدامي ايه مش دايما ايجابي، لان اللي قدامي مهما انا كنت بمالتي تاسك بنجاح وبيتهيأ لك اني قادرة اديله احساسي بالاهتمام، ما بيوصلوش في اوقات كتير. ما بيوصلوش بمعنى ان اوقات كتيرة جدا بيفتكر انشغالي عنه اهمال، اني بعمل حاجة في ايديا وبصلها انا سامعاك انا معاك، دي درجة من درجات الاهمال. فمن فضلكم لما تبقوا بتتكلموا مع بعض، لما بيبقى في حد بيحاول يتكلم معاك، اذا تكرمت اسمعوا بكل حواسك. وده الفرق ما بين الاستماع والسمع. السمع ده معناه ان ودن حضرتك شغالة، في حد ماشي، في حاجة بترزع، في صوت في اخر الشارع، ودني تعمل، انا قادر على السمع. الاستماع ده حاجة behavioral، تصرف عن قصد. ودنك بتسمع ما بتسمعش. اول ما بتعمد اني استمع لك، انا بسيب اللي في ايديا، بسيب كل حاجة وبقعد باصص لابني او لبنتي او لجوزي او لمراتي او لامي او لابويا او لزميلي او لمديري او لمرؤوسي او حتى للفرد اللي بيساعدني في تنظيف مكتبي او في تنظيف بيتي. طالما جه يتكلم معايا مطلوب مني تكريس جزء من الوقت على الاقل لحد ما افهم اللي قدامي بيتكلم معايا في ايه. الحاجة التانية، ما تردش وانت واثق قوي من ردك. ده مطب كتير مننا بيقعوا فيه. احنا بندي الرد
يمكن من قبل ما نسمع السؤال كامل واحنا خبره بقى واللي عاش فينا 40 سنه واللي عاش فينا 50 سنه واللي عاش فينا 60 سنه، وكل ما سنوات خبرتنا زادت ومناصبنا زادت بنفتكر ان احنا فرمنا الدنيا وفرقناها خلاص ومفيش موقف جديد هيعدي عليك. هتتفاجئ في حاجات كتير بتعدي علينا، وفي حاجات كتير ما بنعرفهاش، وفي حاجات لما بنعرفها بيبقى شكلنا وحش قوي لان احنا كنا على ثقه مفرطه ان راينا الاولاني كان صح وطلع غلط، واتحطينا في الموقف ده مرات ومرات ومرات لحد ما اتعلمنا نسمع واحنا قافلين بقنا خالص، واحنا ما عندناش اي افتراضات ان احنا صح، لحد ما تكتمل الصوره. يا بطلع رايي صح حقيقي فبقوله، يا اما بسمع معطيات جديده ما سمعتهاش قبل كده، ما شفتهاش قبل كده، ما عرفتهاش قبل كده. وهنا بتبتدي الفقره الجديده، ان يموت المعلم وهو بيتعلم. مهما كبرنا وكانت خبرتنا رهيبه، ممكن حد تتكلم معاه سنا اصغر منك بعشرات السنين، ولادنا بيعلمونا، بناتنا بنتعلم منهم لحد اخر يوم في عمرنا. فمن فضلك بلاش الثقه المفرطه وانت داخل اي حديث على انك فاهم كل حاجه، لان ده لوحده بيبني حيطه بينك وبين الطرف الاخر من الحديث. النقطه الثالثه، اسال اسئله مفتوحه، بلاش الاسئله اللي تخلص باه او لا، عشان تفهم اكتر اذا كان الموضوع اللي قدامك جديد عليك. وكتير بيتفتح عندنا مواضيع جديده، بالذات مع ازواج وزوجات لسه جداد، انتوا مش فاهمين بعض قوي، مع اولادنا ومع بناتنا، دول اكتر ناس بنواجه معاهم مواضيع جديده. وفي المواضيع الجديده، انت عملت كده او لا، انت رحتي في المكان الفلاني، انت رفضت، انت قبلت، كل دي اسئله بتخلص باه او لا. طب انت رايك ايه؟ طب انت شايف الموضوع ده ازاي؟ طب انت ايه اللي عاجبك في القصه دي؟ طب احكي لي كده، طب انت ايه رايك؟ رفضتي ليه؟ انا بسمع عشان اكون راي، لان الموضوع ده مش عارفاه. اي حاجه مش عارفها، ودي بقى النقطه اللي بعدها، بلاش نفتي. اسمع الاول او قول انا ما اعرفش، الموضوع ده جديد ما عداش عليا قبل كده. يبقى اللقطه الاولانيه اللي احنا تقريبا رقمناها 3 كانت بتقولك ادي اسئله مفتوحه عشان تفهم اكتر. اتخطفت بقى سؤال او اتفتح موضوع انت ما عندكش معلومات كافيه عنه، مش عيب ولا حرام والله العظيم يا جماعه، ما بنخشش النار لما اقول ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، او للاسف انا ما عنديش فكره عن القصه دي. يا تحكي لي يا تسيبني اقرا او افهم او اسال وارجع لك فيها. لما بنفتي شكلنا بيبقى وحش قوي، بالذات لو احنا الكبار. يعني لو ابني جه سالني في موضوع وانا فتيت، هو هيعرف بعد فتره قريبه ان انا بفتي، ثقته فيا هتتهز، واحتمال يا ما يستعيدهاش خالص يا يستعيدها، ولكن هتفضل فيها برضو علامه. نفس السيناريو مع الازواج والزوجات وخلافه. طيب النقطه اللي بعدها، من فضلك اللي بيكلمك على حاجه تخصه هو، او مشكله هو واقع فيها، او قرار هو متلخبط فيه، او حتى حدوته هو عايز يحكيها لك، هو اللي قدامك عايز يتكلم. حلو، دي مش اشاره خضراء ان انا اروح خاطفه خيط الكلام وابتدي اعرض عظماتي وخبراتي وشقلباظاتي وقد ايه انا مبدعه في الكون وناجحه في كل حاجه في الحياه خالص. ده معناه انك تستنى لما اللي قدامك يخلص كلام خالص وتبتدي تدور الحديث، وبرضه بعيد عنك، لان الحديث مش بخصوص حضرتك او حضرتك اصلا. لو بخصوص حضرتك او حضرتك هو هيسألك لو مكاني كنت عملت ايه. هنا ده ضوء اخضر انك تقولي انت بقدراتك او انت بخبراتك لو في مكاني كنتوا عملتوا ايه، واجهتي الموقف ده قبل كده، طب عملتي ايه. هنا ضوء اخضر تاني ان انا اشارك خبراتي الشخصيه. ولكن طالما اللي قدامي بيتكلم، حتى لو اللي بيتكلم ده ابنك او بنتك، بيتكلموا في خبراتهم اللي قد عقله الصباع دي، ما تنطش فجاه على عظماتك وسنين دراستك وسنين كفاحك. مش غلط انك تتكلم فيه، ولكن اجل الكلام ده لمره تكون انت اللي معاك خيط الكلام. ما تسرقش خيط الكلام من اللي قدامك وتبتدي تحتله انت، لان ده نوع من انواع احتلال الحديث. انت خطفت اللقطه منه، هو اللي بيتكلم، هو اللي محتاج يفضفض او محتاج راي او محتاج يقول وهو لسه ما قالش حاجه. وده بيحصل كتير مع شركاء الحياه اللي عندهم تكه العظمه، تكه انا جامد، تكه نرجسيه، تكه انا عظيم انا جامد.
تلاقيه دايما مشغول في ان اي حديث هوب يلف ويتمحور ويتمركز حوالين عظمته، يلف في كونه. لا، البشر الآخرين ليهم حقوق علينا بمجرد ما يبتدوا كلام معانا. النقطة اللي بعدها، ما تكرروش في الكلام. كتير قوي من الناس اللي بيقعوا في مطبات التكرار بيبقى كأنه عايز يأكد للي قدامه على المعلومة، بس فعليا اللي قدامك مش محتاج تأكيد على المعلومة. محدش عبيط، محدش ساذج. كتير قوي بسمعها بتقول لي بيكرر الكلام كأني ما بسمعش، بيفضل يعيد الجملة مرتين 3 4 6، بيعفرتني. والمشكلة لما بيحصل الموضوع ده مع أولادنا وولادنا يحاولوا يدوا أي ردة فعل مفادها، حضرتك بتكرري كلام ليه؟ أو بابا بتكرر الكلام ليه؟ أنا سمعتك خلاص. يبتدي يتلام الابن على إنه قليل الأدب. هو اكستريلي مش قليل الأدب، هو بيعلق على معلومة منطقية. بتكرر الكلام ليه؟ أحيانا بنكرر الكلام عشان نسمعه لنفسنا، عشان إحنا نسمع نفسنا ونعرف قد إيه إحنا قلنا المعلومة دي، او قد ايه المعلومه دي حقيقيه، او نثبتها حتى لنفسنا لو المعلومه مش حقيقيه قوي. اللقطه اللي بعدها، الدقه المفرطه في وسط الكلام سخيفه وممكن تقفل اللي قدامك. يعني في وسط حديث ومراتك منفعله وجينا الساعه 3، لا يا هانم جيتوا 3 و10. ايه فرقت ايه و10؟ الست مندمجه وبتحكي لك مشكله مع حد من الولاد، او بتحكي لك لا قدر الله مشكله حصلت لها مع حد من اهلها. الدقه المفرطه قوي وحد قدامك بيسرد فتقوم قاطع الكلام، الموضوع ده ممكن يقفل اللي قدامك فيخليه طب خلاص، ما يعني انسى الموضوع، مش هو ده المطلوب. لا، ما قلتيش كده، انت قلتي من ساعه مش قبل ساعه. في ايه؟ اللي قدامك بيحس انه متراقب، او انه انت مش معاه خالص في الموضوع الكبير، انت بتراجع وراه لغوي، بتراجع وراه جرامر ميستيكس، بتراجع وراه نحو. الموضوع ابسط من كده بكتير. اللقطات دي ممكن حقيقي تخلي اللي قدامك يقفل منك. اخر لقطة، وانت بتتكلم مع اي حد، جرب كده اول 5 دقايق في الحديث اقفل بقك وافتح دماغك. هتكتشف ان الحديث بياخد منحنى مختلف تماما. افتح دماغك عشان تفهم مش عشان ترد. كتير قوي مننا بيبقوا مشغولين في الحديث عشان نرد، عشان احنا لازم نكسب، عشان احنا لازم نبقى صح. ودي آفة من آفات العالم العربي. ما بشوفهاش في حتة، ما شفتهاش في دولة ولا مع شعب قد ما شفتها مع الشعوب العربية. عندنا هاجس اسمه انا صح، انا لازم اكسب، القعدة لازم تخلص 1-0، لازم اطلع انا اللي كسبان. حتى لو 2 متجوزين، والمتجوزين احنا مش ضد بعض اصلا، ده انا وانت على الدنيا. هيفرق ايه ان تسمعني او ان انا اسمعك وان انت تطلع صح او ان انا اطلع صح؟ مش هي دي المشكلة. 90% من خناقات المتجوزين اللي بيدخلوا مكتبي بنكتشف بعد ما بنقعد ونهدأ ونسمع بعض ونحلل المواقف ان الاختلاف ما كانش فظيع قوي كده. اسلوب الكلام واسلوب الحوار هو اللي كبر الاختلاف، وهو اللي وسع الفجوة اللي بين الطرفين اللي بيتكلموا. الموضوع ده مهم جدا. الكم نصيحة اللي قلناهم النهاردة او الكم ملحوظة اللي قلناهم النهاردة مش مطلوب منكم ان انتوا تتبنوا ال8 أو ال7 نصايح اللي قلناهم على بعض. 2-3 منهم كافلين انهم يغيروا نمط تواصلنا مع المهمين في حياتنا. يا رب يقوينا ويقدرنا ان احنا بيوتنا كل يوم تبقى اسعد من الايام اللي قبلها. ربنا يسعد البيوت كلها وبيتي من ضمنكم باذن الله. ربنا يهدي الشباب والبنات كلهم يا رب، وولادي وبنتي من ضمنهم. اشوفكم على الف خير، تصبحوا على خير، وعلى ميعادنا بكره ان شاء الله في حدود 10. النهارده بدانا متاخر شويه عشان انا كنت راجعه من المشوار عندي متاخر شويه. اشوفكم على خير وتصبحوا على الف خير.